بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة بنت كعب، صحابية جليلة اشتهرت بشدة كرمها وجودها رغم فقرها وقلة حيلتها، وكانت بليغة فصيحة تملك ناصية البيان، أجادت أيما إجادة في وصف خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم حين التقته في طريق هجرته إلى المدينة.
لما اشتد أذى قريش وأجمع المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مهاجرا إلى المدينة رفقة أبي بكر الصديق، يصحبهما دليل الصحراء عبد الله بن أريقط. وفي واد صغير يسمى وادي قديد في الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة نفد منهم الماء والزاد، وإذا بهم يصادفون خيمة أم معبد الخزاعية، فتوقف النبي الأكرم مع أبي بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنهم ودليلهم ليبتاعوا ما يقتاتون عليه. لكن قوم خزاعة كانوا يعانون في تلك السنة من القحط والجفاف، فلم يجدوا عندها شيئا. لمح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قرب الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. ويروي النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين: فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت، فاجترت، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا، ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. كانت قريش قد أرسلت سرايا الفرسان في إثرهم، وجعلت جائزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فما كاد صلى الله عليه وسلم يمضي حتى جاء المشركون إلى أم معبد يسألونها عنه، فأنكرت رؤيته، ولما ألحوا عليها بالسؤال هددتهم قائلة: إنكم تسألونني عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا، لئن لم تنصرفوا عني لأصرخن في قومي عليكم. فخاف المشركون وانصرفوا. ولما رجع زوجها أبو معبد رأى اللبن وأعجبه أمره، فقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت. فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك. ثم أخبرته بالقصة، فلما فرغت قال: صفيه لي يا أم معبد. فاسترسلت أم معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة وبلاغة عظيمين: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم، يتحدرن ربعة لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به. قال: سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأسلمت أم معبد وزوجها، وكان من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. بالتذكر جيراني بذي سلامي فزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمتي وأومض البرق في الظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت اعف فهمتا وما لقلبك إن قلت استغفر يا إبي. أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. لولا الهوى لم تريق دمعا على قلل ولا أرقت لذكر المال والعلم ولا أعرفت توبي عبرتي وقنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجه خط عبرتي وضنا مثل البهر على خديك والأنم. نعم صار طيف من هوى فأغرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لئيمي في الهوى عذري ما أعذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عادتك حالي لا سر بمستتري عن أشافي ولا دائم منحسني. ما حطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عني عذل في صممي. إني تهمت نصيح الشيب في عدن والشيب أبعد في نصح عن التهم. فإن أمرتي بالسوء ما ابتعض من جرها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراءة الألام برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أدري ما هو كتبت سير البدان منه بالكتم. ما لي براد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخير باللجم. فلا ترد بالمعاصي قصر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النعيم. والنفس كالطفل إن ترمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى ما تولى يصلي أو يصمي. وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي السحلة المرعى فلا تسيني. كم حسنت لذة بالمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخصصة شر من التخم. والصبر للدمع من عين قد امتلأ من الحليم والزبح يتذبذب. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضا النصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قولي بلا عمل لقد نزلت به نسلا لذي عقبي. أمرتك الخير لكن ما اعتبرت به
وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي ظلمت سنة من أحيا الظلم إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من صغري أنشأه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهبي عن نفسي فأراها عيان شممي وأكدت زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم نبينا كامل النبي فلا أدعو الأبرار في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل بقى النبينا في خلقي وفي خلقي ولم يدانوا في علمي ولا كرمي وكلهم من رسول الله ملتمس قرنا من البحر أو رشدا بلا الثياب وواقفون لديه عند حاتم بالمقتص العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تملأ معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه أزهره الحسن فيه غير منقسم دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتدي به وانصر إلى ذاته ما شئت من شرفي وانصر إلى قوله ما شئت من رضاته فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعلي معه ناطق بفمه
عسكري حين تنظروا ولي حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من مدينة منطقي منه ومبتسمي تعيا العقول كلالا عند رؤيته كأنما نظر للشمس من أمامي لا طيب يعدل تربا قبل أعظمه بمنتشق منه ومنتتم أبدا مولده عطب عنصري رقب مبتدأ منه ومختتم يا متفرس فيه فصل أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبتئ ونكسرى ومنصدر كشمل أصحاب كسرى غير مرتئب والنار خامدة الأنفس من أسف عليه والنار ساهي العين من سلم وسأسى وتأخذته حائرتها ورد واردها بغير نظم كأن بالماء من نلم والسوى بالماء مع بالنار من ضرم والجن تعتف والأنوار ساطعة والحق يحضر بما أنا ومن كذب والصام فإعلان البشائر لا تسمع وبارقة إنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأحوال كاهنون بأن دينهم والسلام يقضي وبعدما عينوا في الأفق من شرب منضدة وفق ما في الأرض من صلب حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يخفون إثر منهزمين كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى بالراحة رمي نبدأ به بعد تسبيح بمظلما نبدأ المسبح من أحشاء منتقم جاءت لدعوته الأشرار ساجدة تمشي إليه على ساقين بلا قدم كأنما سطرت سطرا بما كتبت روعها من بديع الخط بالرقم مثل الغمامة أن صار سائرة في حار وقيس للهجير حميد أقسمت بالقمر منشق إنا له من قلبه نسبة
فتحا مضاعفة من الضروع وعن علي من القطب مسام للدر ضائما واستجرت به إلا منلت جوارا منه لم يضمي ولا تمست بنار ضرائب يده إلا سلامت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتمل تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي العالم بمتهم قد أبرأت وصبات النفس راحته وأطلقت أردا من رفقة اللمم وأحيت السنة شبأ دعوته حتى حكت غرة بقصر الدهم بعارض خلفا بطاح بها سيف من اليم آصل من العلم لما شكت وقعه البطحاء قال له هذا الربا والغضاء بها والسجم فأدت العرض من رزق أمانتها بإذن خالقها للناس والنعم وألبست لنا بسندس ولوات حمائما برؤوس الحرب والأكم فالنخل باسقة تشرق لكنها مثل المهام على الأبصار والهلم وفرق أن سداه القحط ومع ذاكر النكال بنفس النكس والبلم إذا تتبعت آيات النبي فقال الحق منفخما منها بمنفخم قل للمحابر شاوى في مدائحه المواهب لا تسجد لها زيني ولا تقل لي بماذا لتشهدها فما يقال لفضل الله ذا بكميل لولا عناية كان الأمر فيه على عبد السواء فذو نطق كذيب كميل دعني وواصي لا يزيد له ظهرت أنا للكرام ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا ومنتظم وليس يموت سلطان الخير منتظم فما تقول
والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة مصروف بالقدم لم تختلف بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة إلى النبي إلهي ولم تدم محكمات فما تبقين من شبهين شقاق وما من حكم ما حرمت قط إلا عاد بالحرم أعد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا جميع الكرم لها معاني كموج البحر في مدني وفوق جوهره في حسن وقيم لا تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قضت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحمد الله فاعتصمي إن تكها خفة من حر نار لظى أطفأ سحار لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لتعجبا بحسود راح ينكرها تجاهلا فوعاد الحاقق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقم غير من يمم العفون ساعته سعيا وفوق متون الآيق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين وما هو النعمة العظمى لمغتربين صريت من حرمي ليلا إلى حرمي أنا سرى البدر في نجيل من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة بقاب قوسين لا تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تخترق سبع طباق به في موكبي كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الذنوب ولا مرءا لمسلم خافت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل مفرد العالم كي تفوز بوصل الآل مستترين آل العيون وسير الآل مكتتمين فحس كل فخار غير مشرك وجس كل مقام غير مزدحم وجل إقدر ما رنيت من رتبي وعز إدراك ما
شالت معاني الإقبال والرخم فامضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حال ساحته بكل قلب إلى نحمي العدا ضريب يجر بحر خميس فوق سابحتي يرمي بموج من الأبطال منتظم من كل منتدب لله محتسب يسقط بمستصل للكفر مصطلب حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعد فلم تيتم ولم تغني وخير بعد فلم تيتم ولم تغني هم الجبال فسال عنهم صادنهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسال حنينا وسال بدرا وسال حدا وصول حتم لهم أدعى من الوخم المصدر بضحومها بعدما وردت في العدا كل مسود من الرمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم أرجي اسمي غير منعجم إن قام في جميع الهيج خطيبهم فصممت عنه النصيمة الصمم شاك السلاح له سمة مايزه والورد ينتز بالسمان السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتكسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخيل نبتر بان شدة الحزم لا شدة الحزم طارت قلوب العدا من باسهم فرقا ما تفرق بين الفهم والبهم وما تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أهجامها تجني من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه بكل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم به ولا من عدو غير منقصم أحل أمته في حرز التي كالتي حل مع الأشبال في أجمي التي حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله بشدني وكم فصل القرآن من خاصمي كفاك بالعلم في الأمي معجزة الشاعرية والتهذيب في اليتم خدمته بنبيح أستقيل به ذنوب عمر نضى بالشعر والخدم
النعم أطعت غاية الصبا من حالتين وما صرت إلا على الأثام والندم يا خسارة نفس في تجارتها تشتري الدين بالدنيا ولا تسومي ومن يبيع عاجلا منه بآجله يرمي له الغرض في بيع وفي سلم من النبي ولا أبدي لمنصرمين فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم إن لم يكن بما عاني آخذا بيدي فضلا إلا مقول يا زلة القدم حاشاه أن يحرم مكارمه أو يرجع الجواب منه غير محترم ومنذ ألزمت آثاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الآكام ولم أريد زرعة الدنيا التي قطفت يد زهير بما أثنى على هارم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحليم ولن يضيق رسول الله شابك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم نفس لا تقنطي من جلتي عظما إنك كبائر عظيم غفرانك لعل رحمة ربي حين يقسم آياتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له
العز بالدوام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. أيها الأحبة، لما نقبنا التاريخ ما رأينا أحدا من الشعراء والأدباء استطاع أن يرسم لنا صورة المصطفى كما رسمته البدوية في الصحراء. النبي فيه صفتان، صفة جلال وصفة جمال، بخلاف جمال يوسف، فيوسف نال شطر الجمال، ولكن الجمال كله ما حازه إلا سيد الوجود محمد. ولذلك افتتنت نساء مصر بيوسف، ولكن نساء العرب لم تفتتن بجمال المصطفى، لأن جمال المصطفى كساه الله بالجلال والجمال والوقار. بدوية رسمت لنا صورة النبي الهاشمي محمد، واسمعوا وصفها من أفصح امرأة في التاريخ. قال لها صفيه لي، قالت يا أبا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، هو قسيم وسيم، رأيته أزج أقرن أحور أكحل، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق فصل لا هذر ولا نذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، فهو أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب، ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، أنظر الثلاثة وجها وأحسنهم قدا، غصن بين غصنين له رفقاء، إذا تكلم استمعوا لكلامه، وإذا أمر ابتدروا لأمره، فهو محفود محشود غير عابس ولا مفند. فهز الرجل الذكي رأسه وقال يا ويلك أو تعلمين من هو؟ قالت ومن هو؟ قال لها هذا محمد، هذا صاحب قريش، هذا محمد. فأصابت العجوز قشعريرة وانتابها البكاء، قالت تعسا لي وترحا، لو علمت أن الذي حل في خيمتي هو محمد لذبحت له هذه الشاة، إن أدركته لأدخلن دينه. سيدي ما أحلاك ما أصفاك، أدركت العربية بسليقتها وفطرتها عظمتك وجمالك دون أن تعرفك. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله